مساء الفل لو كنتوا بتسمعوني بالليل، وصباح الورد لو كنت بتسمعوني الصبح. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من البودكاست بتاعنا. وحلقة النهاردة هنلخص كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. هنتكلم عن كل كلمة، عن كل فصل، هنفكك الكتاب بالكامل ونعيش التجربة بتاعته ونقلب على بعض المواجع، بس في الآخر هتخرج ناضج وهتخرج من البودكاست حر في عالم مجنون. كل حاجة فيه بتقيمك، حسابك في البنك قد إيه، بتشتغل إيه، علاقاتك، نجاحك، فشلك، وزنك، حتى مودك. مطلوب منك إنك تبقى مثالي، وإلا المجتمع يحكم عليك ويقولك أنت فاشل. بتصحى كل يوم تفتح موبايلك وتقارن نفسك بحد ما تعرفوش، تتوتر وتحس إنك ما عملتش حاجة، فتقرر تشتغل أكتر، تحاول تبقى أفضل، تلبي توقعات الدنيا كلها، وفي الآخر بتنهار لأنك شيلت نفسك طاقة فوق طاقتها. بس اللي لازم تعرفه إن المقارنة دي في حد ذاتها بتكون ظلمة ليك، لأنك بتقارن نفسك مش بشخص طبيعي، لأ، أنت بتقارن نفسك بحد على السوشيال ميديا، حد بيشارك أفضل لحظات حياته وأنجح صوره، أجمل نسخة من نفسه. أنت شايف الجزء المنور بس، اللحظات اللي فيها ابتسامة وإنجاز، أو حتى شايف الفلتر الحلو، ما شفتش تعبه، ما سمعتش مشاكله ولا نواقصه ولا حتى فشله. فطبيعي تحس إنك متأخر، لأنك بتقارن بين حياة كاملة عندك بصورتها الحقيقية وبين لقطة واحدة محسوبة عنده. وهنا المشكلة، لما بتقارن حياتك الواقعية بكل فوضتها وارتباكها بصورة مصطنعة، طبيعي تتعب، طبيعي تحس إنك ما تنفعش، طبيعي تحس إنك دايما متأخر. هنا الكاتب مش بيقولك آمن بنفسك، ولا إنك بطل خارق، ولا بيقولك إنك شخص مختلف، لأ، الكاتب بيقولك ما تحاولش. كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون هو ثورة على فلسفة التحفيز الزائف. هو مش كتاب علشان تضحك ولا علشان تعيش وهم الإيجابية، لكنه كتاب بيقولك كفاية كذب وتعالى نواجه الحقيقة. الحياة مش وردي، وإنت مش سوبرمان ولا سوبر هيرو. هو صحيح الكتاب اسمه فن اللامبالاة، بس مش المقصود إنك تكون شخص بارد أو فوضوي أو ما يهمكش حاجة، لأ، بالعكس. فكرة الكتاب إنك ما تهتمش بكل حاجة، مش أي حاجة تستاهل اهتمامك. كل واحد فينا عنده طاقة محدودة جدا، لو وزعتها على كل تفصيلة وكل انتقاد وكل مقارنة هتخلص. يعني اختار كويس اللي يستاهل اهتمامك والباقي يمشي بالسلامة. الجملة الأولى في الكتاب بالبنط العريض لا تهتم، مش معناها استسلم، لكن معناها ما تبقاش مهووس انك تثبت انك كويس. لما تبطل تحاول تبقى مميز، تبدأ تكون حقيقي. الحياة الحقيقية مش في المحاولة المستميتة، لكنها في القبول الذكي. اوعى تفتكر انك مفروض تكون سعيد طول الوقت. السعادة مش حالة دايمة، السعادة لحظات زي ما قلنا قبل كده. وكمان لما تحط السعادة كهدف بتفشل في تحقيقها. السعادة مش هدف، السعادة ناتج فكر وناتج تغيير من جواك في طريقة تفكيرك. كل لحظة فيها ألم وفيها معنى، لازم وقتها تعرف كويس تختار أي ألم وتكون مستعد تتحمله. لو بتحب تكتب، استحمل عزلة الكاتب. لو بتحب الجيم، استحمل ألم العضلات. الحب الحقيقي في الألم اللي بترحب بيه وبتعتبره صديقك، علشان في النهاية تحصل على المكافأة. لازم تقتنع إنك مش مميز وإنك مش شخص استثنائي. أيوة، مش عيب إنك تكون شخص عادي. ثقافة أنا مختلف وأنا أستحق وأنا استثنائي بتخلي الناس تنهار. الحقيقة إنك مش دايما مميز، ومفيش حاجة اسمها حياة بلا معاناة. لما تشيل من دماغك فكرة إنك فريد جدا، بتبدأ تتحرر من أفكار أنت اللي بتضغط بيها على نفسك. في ناس دايما عايشين في دور إنهم الضحية، وناس شايفين نفسهم إنهم دايما عبقرة. الاتنين عندهم نفس المشكلة، نرجسية خفية. هي شكلها تواضع، بس جواها صوت بيصرخ وبيقول أنا مميز بس محدش فاهمني. النرجسي الخفي مش لازم يقول أنا أحسن منك، هو بيحس بكده من جواه، بس بيقولها بطريقة تانية. أنا مختلف عن الناس دي كلها،
أنا حساس بزيادة، أنا دايما مش مفهوم، الدنيا كلها ضدي. بيحب يكون الضحية مش علشان هو ضعيف، علشان يكون دايما مركز الاهتمام، دايما في دور اللي اتظلم، اللي محدش بيقدره، اللي دايما الناس مش فاهماه ولا مقدرين قيمته. النتيجة بيعيش في دايرة تعب، لأنه دايما مستني العالم يعترف بيه، ولما ده ما يحصلش بيحس بالخذلان ويغضب ويتأثر بس من جواه. طب الحل إيه؟ الحل إن يكون عنده وعي، ومش أي وعي، وعي حقيقي. والوعي الحقيقي يكمن إنه بشر عادي، مش مسؤول عن الكون بكل مشاكله، وإن وجود أشخاص مؤذية شيء طبيعي، وكمان يعترف بوجود المعاناة والألم. وبرضه وجود المعاناة دليل على إننا عايشين في الدنيا مش عايشين في الجنة. الحياة ما تبقاش حياة طبيعية من غير معاناة، بس لازم الأول تعرف قيمة المعاناة. مش مهم إنك تعاني، المهم ليه بتعاني. بتعاني علشان مشاكل تستحق إنك تعاني علشانها، ولا مجرد معاناة علشان اللي حواليك ما طلعوش على قد توقعاتك وعلى قد عشمك فيهم؟ لازم تبني قيم واضحة، إيه اللي يستحق إنك تتعب علشانه. لو ما عندكش القيم دي هتعيش في دوامة فاضية. المعاناة الحقيقية هي اللي بتقربك من قيمتك. قيمتك بتحدد مشاكلك، ومشاكلك بتحدد وجودك كإنسان. كمان يا صديقي لازم تحاول تختار، حتى لو حاسس إنه ما كانش قدامك اختيار. في وقت ما أنت كنت صاحب قرار. أنت مش مسؤول عن الظروف، إنما مسؤول عن ردود أفعالك تجاهها. ماضيك هو مش ذنبك، لكن مستقبلك هو مسؤوليتك. لو اتنين مروا بنفس الأزمة، واحد قرر ينتقم والتاني قرر يكمل حياته، الفرق هنا مش في الحدث، الفرق في الاختيار وفي طريقة التفكير. انت ممكن تكون غلط، وانا كمان وارد اكون غلط، كلنا بنغلط، وكل افكارنا عرضة للتغيير. الشك مش ضعف، ده دليل على الوعي. الانسان الواعي دايما شاكك في نفسه، ودي حاجة صحية. مش لازم تثبت انك دايما صح، لكن لازم تكون منفتح للتغيير. كمان لازم تعرف الفشل مش نهاية، دي خطوة ضرورية. لو مش عايز تفشل يبقى مش عايز تنجح. اشتغل وجرب وخاف وكمل. النجاح الحقيقي بيساوي الاستمرار رغم الغلط. علشان تعيش بجد لازم تعرف إن العلاقات الصحية مش بتقوم على المجاملات. لازم تحط حدود واضحة. كلمة لأ مش كلمة عيب ولا كلمة وقحة، دي كلمة بتحميك. كل مرة بتقول فيها أيوة من غير ما تحسها بتخسر جزء من نفسك. ما تحاولش تكون شخص عظيم في كل حاجة، خليك حقيقي حتى لو في حاجات قليلة. النجاح مش إن الناس تحبك، النجاح إنك تحب نفسك لما تشوف نفسك إنك مش مقصر. الحياة مش مفروشة ورد، بس تقدر ما تخليهاش تتحول لشوك. اللامبالاة مش أسوأ، اللامبالاة فن إنك تختار معاناتك، فن إنك تعيش أخيرا على طريقتك. لو لسه بتدور على إجابات سريعة أو وصفات سحرية فممكن الكتاب ده ما يعجبكش، لكن لو قررت تواجه الحقيقة وتشوف نفسك من غير فلتر وتبدأ من جديد يبقى الكتاب ده علشانك. ابدأ من النهاردة، قول لأ للحاجات اللي ما بتمثلكش، واختار التعب اللي يستهلك. وعلى رأي الكاتب مفيش معنى للحياة غير المعنى اللي انت بتصنعه من الألم اللي انت مستعد تتحمله. ولحد هنا تكون خلصت حلقة النهاردة. استنونا في حلقات كتير جاية ان شاء الله، وسلام.